السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بأبن وصفة تحلية اللي هي وصفة تحلية البنان أو الموز بالكراميل. نروح مباشرة المقادير وكيفية التحضير. في وعاء تاعي كنت وضعت كاس تاع شونتيي مع نصف كاس تاع ما، وطلعتهم جيدا بالباتور تاعي. ما درت لها حتى إضافات، يعني ما نكهتهاش. ضفت لها زوج علب تاع ياغورت كراميل اللي يتباع يعني تاع الحانوت، وزدت طلعتهم مليح مع الشونتيي تاعي يعني حتى تتجانسني كامل، ونحطها في الثلاجة نخليها تبرد. في جهة كنت حضرت كاس ماشي مملوء جيدا تاع سكر عادي، وضعته في كسرونة صغيرة وحطيته على نار تكون قليلة. نخلي هذاك السكر تاعي يبدا يذوب. كي نشوفوه بدا يذوب نبداو نحركو فيه حتى يذوب لي كامل. بعد ما يذوب لي السكر نضيف لهذاك الخليط ملعقة تاع زبدة، وضفت له كاس ما فيه ملعقة تاع مايزينا تكون مملوءة جيدا. يعني نحرك كاس هذيك مورف تاع مايزينا في كاس تاع ماء عادي، ونضيفه لهذاك الخليط ونبقى نحرك فيه هذاك الكراميل حتى تذوب لي كامل حبوبات السكر، ونتحصل على الشكل اللي كنت وريته لكم. هنا كنت حضرت حليب ويعني ضفت له قهوه مره باش يعني ما يجيش الذوق حلو بزاف، يعني لانه الكاطو حلو والشونتي حلوه والياغورت حلو والموز حلو. فباش نخفوا ديك الحلاوه واش نديروا؟ تحبوا تستعملوا قهوه وحدها او تستعملوا حليب وقهوه. نشمخوا الكاطو تاعي في الحليب والقهوه، يعني نشمخوه جيدا. ندير طبقتين، نضيف هذيك شونتي اللي كنت طلعتها، نضيف الموز اللي كنت قطعته شرائح، والكراميل يعني صوص كراميل اللي كنت عملتها، وزينت انا بحبه تاع كاطو يعني كيما راه موضح في الصوره. صدقوني والله العظيم بنه عظيمه، تجيكم خفيفه خفيفه خفيفه، راح تحبوها. جربوها، ما تنساوش متابعه القناه، فعلوا زر الاشتراك. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.